كل سنة وانتم طيبين. دي أجواء شارع خالد بن الوليد في رمضان. طبعا نهار رمضان الدنيا طبعا لسه مقفلة. ده شارع خالد بن الوليد. زي ما احنا شايفين قبل الفطار الأجواء زي ما احنا شايفين. طبعا الناس فرشة والمحلات فاتحة طول النهار في رمضان. اللي محتاج أي حاجة يروح يشتريها طبعا موجودة. وطبعا ساعة الفطار الناس بقى بتفطر في المحلات وقدام الفروشات، وبيبقى أجواء جميلة قوي ساعة الفطار. لكن طول النهار في نهار رمضان ميامي وشارع خالد بن الوليد مفتوحين زي ما احنا شايفين بالسوق. بس طبعا الأجواء تعتبر الدنيا فاضية. طبعا نهار رمضان وصيام. كل سنة وانتم طيبين. بصوا حتى الكافتيريا فاضية خالص طبعا في رمضان. بصوا دي الأجواء زي ما احنا شايفين. طبعا شارع خالد بن الوليد في محلات الملابس، ما طبعا ملابس البيت، الخروج، الملابس الرياضية، ملابس البحر. سوق تجاري كبير زي ما برضو قلت لكم قبل كده في جولات ياما عملناها. بصوا دي طبعا الأجواء قبل الفطار وفي نهار رمضان. كان لازم ننقل لكم طبعا، وهنروح أماكن كتير وهنشوف قبل الفطار وبعد الفطار الأجواء في اسكندرية. بصوا المحلات كلها فاتحة، مفيش أي مشاكل. اللي عاوز أي حاجة يشتري أي حاجة. طبعا دي عربيات اللي بتحمل القاهرة من آخر شارع خالد بن الوليد. زي ما احنا شايفين كل المحلات مفتوحة، والأحذية والتوك وأدوات المطبخ، كل حاجة بتتباع في شارع خالد بن الوليد زي ما احنا شايفين. طبعا بالليل بقى بعد الفطار بيبقى طبعا أجواء تانية خالص، وهنصورها لكم وهنقول لكم كل اللي بيحصل في اسكندرية لحظة بلحظة. حبايبي المتابعين واللي بيتابعوني، شكرا جدا لتعليقاتكم وشكرا لدعمكم. وما تنسوش اللايك للجولة. واللي جديد معانا وأول مرة يشوفنا ويشوف جولاتنا جولات اسكندرانية يشترك بقى في القناة ويجي معانا كل مكان احنا بنروحه في اسكندرية. وعاوز يعرف أخبار اسكندرية برضو يشترك في القناة عشان يعرف كل حاجة بتحصل في اسكندرية. وشكرا لكل اللي بيدعم قناة جولات اسكندرانية، وشكرا كل اللي بيدعمنا فعلا حتى لو بلايك أو تعليق جميل. وانا كل متابعيني وكل اللي بيتابعوني طبعا ناس اخلاق، ناس جميلة بيدعموا قناتنا وبيحبوا قناتنا جولات اسكندرانية. واشوفكم في جولات كتير جدا في اسكندرية، وانتظروا اللي جاي احلى واحلى. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. ورمضان كريم. واشوفكم الجولة الجاية.